تحديثات جديدة في الواتساب الجزء العاشر. السلام عليكم، أنا إيمان محمد. زي ما قلت لك قبل كده وهو اقتراب تفعيل ميزة تشغيل حسابين في وقت واحد. واتساب فعليا بدأت بطرح الميزة دي، وفي ناس كمان جوه مصر وصلتهم الميزة دي. عن نفسي لسه ما وصلتش، بس أنا متوقعة إن هي توصل قريب جدا لأني من مستخدمين النسخة التجريبية، واللي بالمناسبة أنا اتكلمت عنها في فيديو فات وإزاي تقدر تفعلها وتشترك في نظام الخدمة أو النسخة التجريبية. لو ما نفعش معاك الاشتراك في الخدمة دي فده معناه ان واتساب استكفت بعدد المستخدمين، ولكن ما تقلقش خالص لان انا متأكدة ان الميزة دي بتوصل لحسابات كتير جدا مع الوقت. من خلال الميزة دي هتقدر لو عندك رقمين بدل ما تنزل تطبيقات معدلة او تعمل نسخ للتطبيق بتاعك، بمنتهى السهولة هتقدر تفتح حسابين فقط في وقت واحد، وتقدر تبدل ما بينهم من خلال علامة السهم اللي بتكون جنب صورتك في الاعدادات. ميزة جامدة جدا وتستحق اللايك. بس انت لو عاوز يوصلك كل الجديد اول باول قبل اي حد، اعمل متابعة ليا، وطبعا ما تنساش لايك للفيديو واكتب لي رأيك في التعليقات وقول لي ايه الميزة اللي انت مستنيها من واتساب.